الفيديوهات اللي بتنزل على اليوتيوب بتكون يا إما فيديوهات للكبار يا إما فيديوهات مخصصة للأطفال. والفيديوهات بتاعت الكبار ممكن يكون فيها تجاوزات بشكل محدود، لكن فيديوهات الأطفال بتكون مخصصة للأطفال وعليها رقابة شديدة جدا من اليوتيوب. بس الغريب إن في قناة كانت موجودة على اليوتيوب بتنزل فيديوهات للأطفال كان وراها سر مرعب، قصة أنت مش هتتخيلها. في سنة 2012 كان في واحدة اسمها ميشيل وسمت القناة بتاعتها فانتاستيك ادفنتشرز، والقناة بتاعتها كانت موجهة للأطفال بنسبة 100% لأن هي كانت قناة عائلية، والمفروض إن المحتوى بتاعها كان محتوى كوميدي، وكمان كانوا بيعملوا فيه حبة تحديات بسيطة، وكانوا بيقدموا مشاهد تمثيلية للأطفال. وكانوا أبطال القناة 7 أطفال عمرهم بيتراوح من 7 سنين ل 15 سنة، وميشيل كانت هي اللي بتكتب السكريبتات بتاعت الفيديوهات، وكمان كانت بتوجههم ازاي يمثلوا، وهي كمان اللي كانت بتمنتج، وما كانتش بتطلع قدام الكاميرا كتير، كان ظهورها قليل جدا. وميشيل كانت أم الأطفال ال7 بالتبني، وكله كان متوقع إن القناة دي كانت موجهة للأطفال لأن اللي بيظهر فيها أطفال، وكمان كانوا بيتكلموا بشكل عفوي وكوميدي. Ethan and Cole always think they're good at sneak attack. But we're better, and we're gonna film it to prove it. Let's do it. والقناة بتاعتهم كانت بتحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، لدرجة إن في فترة قليلة وصلوا أكتر من 300 مليون مشاهدة، وده بالنسبة لليوتيوب فده عدد كبير جدا من المشاهدات، لأن القناة بتاعتهم موجهة للأطفال بشكل عام. وأرباح القناة دي كانت مقدرة ب3 مليون دولار في السنة. وبشكل مبدئي ممكن تحسوا إن الأطفال دي عايشين الرفاهية أو حياتهم جميلة وما فيهاش أي صعوبات، بس أحب أقول لكم إن الأطفال دي كانوا بيعيشوا أسوأ أيام حياتهم، أو بمعنى أصح كانوا عايشين في جحيم، لأن جيران ميشيل كانوا بيسمعوها وهي بتعنف الأطفال، فكانوا بيتصلوا بالشرطة علشان تيجي وتشوف الموضوع، بس لسبب مجهول الشرطة ما كانتش بتاخد البلاغات دي بجدية. بس في سنة 2019 ميجان اللي هي بنت ميشيل كانت بعيدة شوية عن ميشيل لأن هي كانت متجوزة وحياتها كانت مستقرة بعيد عنها، فراحت وبقت تطبخ لهم الأكل. بس لاحظت إن الأطفال بتاكل الأكل بشراهة، ومهما عملت أي نوع أكل بيكونوا فرحانين بيه حتى لو أكل بسيط، ده غير آثار الكدمات اللي لقيتها على جسمهم. بس ما ادتش أهمية لأن ما كانتش فاهمة الموضوع، وقالت إن دول أطفال وممكن الحاجات دي بسبب آثار اللعب. بس ميشيل بعد كده لاحظت إن تصرفات الأم غريبة جدا، وكمان بدأت إن هي عايزة تخلي ميشيل تمشي من المكان، فميشيل استغربت ومدت الأجازة أكتر. وفي يوم من الأيام ميشيل بتصحى على صوت صراخ طفل وهو بيستغيث، ولما بتنزل بتلاقي الأم وهي بتضرب طفل، فبتبلغ الشرطة وهنا الشرطة بتتدخل. بس لما الشرطة بتيجي وبتفحص المكان بتكتشف أسرار مرعبة، لأن الشرطة لما اتكلموا مع الأطفال عرفوا إن الفيديوهات اللي كانوا بيعملوها دي ما كانتش بإرادتهم، وكان بتوجيه من ميشيل، وأي حد كان بيغلط كان بيتحرم من الأكل لمدة أيام، ده غير كمان إن هي ممكن تحبسه في الخزانة لمدة أسابيع، ومنعتهم من الدراسة واللعب، وكان المفروض إن هم يعملوا فيديوهات وما يعملوش أي حاجة تانية في حياتهم. وكانت على طول بتدربوا على المشاهد التمثيلية اللي المفروض تصورها في الفيديوهات، وكان أي حد بيغلط كانت بتعاقبه بطريقة عنيفة، ولو واحد منهم رفض إن هو يطلع في الفيديو كان بيتحبس في الخزانة لمدة أسابيع، ده غير كمان الضرب والأكل كان بيتحرم منه. ولما فحصوا الأطفال لقوا إن هم بيعانوا من الجفاف والأنيميا الحادة، ده الشرطة قالت وهم بيفتشوا البيت لقوا إن في طفل كان محبوس في الخزانة، وكان واضح عليه إن هو محبوس من فترة طويلة، والمتوقع إن الطفل ده كان موجود من 5 ل6 أيام في الخزانة من غير أكل وشرب ومن غير ما يتكلم أو يتواصل مع أي حد، كل ده بسبب الفيديوهات وإن هي تطلع فلوس من وراهم. A woman who adopted 7 children and used them to make social media videos is now under arrest. Allegedly sprayed them with pepper spray, beat them with a belt or clothes hanger, and locked them in a closet for days at a time. وميشيل فتحت القناة في 2012، وفي 2015 كانت متبنية 7 أطفال، يعني في 3 سنين اتبنت ال7 أطفال، يعني كانت بتتبنى طفلين في السنة تقريبا. والغريب أصلا إن ميشيل ما كانش عندها القدرة الجسدية علشان تتبنى 7 أطفال، لأن هي كانت بتعاني من أمراض كتير، وده الشيء الرئيسي إن ميشيل كانت بتبنية ال7 أطفال علشان تفتح قناة على اليوتيوب مش أكتر، وما كانش هدفها إن هي تربيهم ولا تعتني بيهم. ولما اليوتيوب عرف القصة بتاعتها حذف قناتها بالكامل، وكمان هي اتحاكمت بسبب الجرائم اللي عملتها، بس قبل ما يصدر عليها حكم ماتت بالسكتة القلبية. وبالنسبة للأطفال ميجان اتبنت طفلين، وباقي الأطفال اتوزعوا على كذا أسرة، بس حياتهم بقت أفضل من حياتهم مع ميشيل، وكمان بقى عليهم رقابة كل فترة بيروح عليهم ناس علشان يشوفوا حياتهم.
وفي نهاية الفيديو لو عجبكم النوع ده من القصص يا ريت تشتركوا بالقناة وتسيبوا لي كومنت ازيكم جميل، ودي فيديوهات تانية انا برشحها لكم. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.